ردت على جوال ولدها تسمع صوت يقول لها لا تبلغين السفارة ولا ولدك راح عليك. قلت لك إن بلغتي السفارة ما راح تشوفين ولدك. واخر اشاره كانت جايه من كوخ داخل غابه مدري شو اسمها، اساميهم عاد غريبه، فيها اكثر من حاله اختفاء غامضه. هذه الغابه السفاره دخلت على طول وشبكت مع الخط مع الامن الاندونيسي، وشغلوا درون حراري صوروا البيت المهجور والمنطقه اللي فيها راشد، وشافوا شخص مربوط يتحرك بصعوبه. الخاطفين حوله بس ما يدرون ان المملكه العربيه السعوديه جالسه تراقب. وفي تحديدا بعد عمليات التنظيم الفرقة اقتربت بصمت إلى الموقع وانقسموا المجموعتين، واحدة من قدام والثانية من الخلف. السفير أرسل آخر رسالة وقال لهم فيها بالجهاز نبي ولدنا حي، لا نبي فدية ولا نبي نتفاوض. وفعلا داهموا الكوخ بكل ما أوتي من قوة، صوت صراخ وطلق كهرب، وواحد من الخاطفين حاول يهرب لكن ما لحق. المهم ان العمليه كلها كان فيها 4 خاطفين وكلهم تم القبض عليهم، لكن لحظه العثور على راشد لقوا راشد مربط على الارض ووجهه متورم ودمان وحالته حاله. ولكن لما بدا يفتح عينه، اول ما فتح عينه لاحظ العلم على بدله العسكري السعودي، بكى وقال كنت ادري اني سعودي ووراي 1000 ظهر. وفعلا امنوا راشد الى ان رجع للسفاره، وبعد ما فحصوه طبيا واستهدى بالله راشد عطوه الجوال انه يكلم امه لانه كانت مرتبكه وكل دقيقتين تدق على السفير. واول ما قالت الو بدت لحظات الدراما. يقول السفير انا بس من هالكلمتين اللي عاديه جلست اصيح فعلا. الام كان محترق قلبها. يقول يمه انا بخير. قالت الحمد لله يا وليدي، ما تتخيل وشلون قلبي تقطع عليك واني ادعي الله ونزلت حتى تصدق بس عشان ترجع لي. الحمد لله اولا اني سعوديه وولدي سعودي، وثانيا انك رجعت لي بالسلامه. لو كنت مكان راشد تتوقع السفاره السعوديه توصل لك؟ وش تسوي لو جاك نفس الاتصال؟ اكتب شعورك تحت وانشر القصه، لان السعودي حتى لو في اخر الدنيا ما ينترك.